تخيل معايا كده ان خط انتاج واقف مش بسبب خامات مش موجودة، السبب ان في ورقة مش موجودة. هو نفس اللي حصل مع صاحبنا حسام صاحب قصة النهارده. حسام شغال في شركة أجهزة طبية بتورد أجهزة طبية. من ضمن إجراءات خروج الجهاز من المخزن بيبقى فيه ميل رسمي موجه للشركة بيقول إن إحنا هنطلع 1 2 3 من إدارة المبيعات. انتظر صاحبنا حسام اليوم كله إن يجيله الميل، ما جاش أي حاجة. فالراجل خلاص بلغ المسؤول عن التسليمة إن أنا ما حضرتش حاجة وإن شيفتي خلص ومروح. لما عرف مدير المبيعات ان الموضوع فيه 1 2 3 اتكلم مع حسام وقال له يا حسام جهز الجهاز واحنا هنطلع مستلزمات 1 2 3 وحرك الدنيا. طب يا فندم مش هينفع والمواعيد متأخرة والباص وانا عندي مشوار. قال له معلش حل الموضوع عشان دي فلوس ناس وعايزين نخلص الموضوع ده، وانا هكمل لك ورقك والميل والحاجات بتاعتك دي هنكملها لك بعدين. الراجل بالفعل استجاب واتحرك وبدأ يطلع مستهلكات والحاجات اللي كان فاكرها بدماغه بس كده، وعدى الموقف على كده ويعدي عليه أكتر من 4 شهور وندخله في الجرد النصف سنوي. لجنة الجرد اكتشفت إن في منتجات بقيمة 10,000 جنيه مش موجودة في المخزن. اسأل حسام يا عم الحاجة بتاعتك فين؟ والله مش قادر يثبت أي حاجة، مش عارفين راحت فين وجايه منين. بالصدفة البحتة بيتكلم مع حد من المهندسين اللي بيركبوا الأجهزة، قال له ده احنا طلعنا حاجات مع الجهاز اللي طلع لو تفتكر كان راح عند العميل الفلاني كان في يوم متأخر، ده كان طلع 1 2 3. راجع ورقه لا اكتشف ان في حاجات فعلا الحاجات دي مش مسقطة على السيستم ومصرفتش على العميل. هنا أدرك صاحبنا حسام إن الدوكيومنتيشن سايكل بتاعتنا، إن المستندات بتاعتنا زي ما عملت مستند للاستلام ودخلت الأصناف بتاعتي بمستند ورفعت بيه ميل وأضفته على رصيدي في المخزن، لازم الدوكيومنتيشن سايكل برضه تشتغل معاك في الصرف عشان ما يبقاش في حاجة عندك مسمعة فيرجوال وهي مش موجودة على أرض الواقع. ومن هنا حابب أوجه نصيحة لاتنين. أولا إدارة المخازن SOP دي موجودة عشان تساعدك انت وتحميك من الشركة قبل ما تحمي الشركة، فبعد اذنك ما تحركش اي حاجة الا ما يبقى لازم معاك ورقة ومستند رسمي تحرك عليه الحاجة اللي هتخرج من المخزن بتاعك. رقم 2 الادارات الاخرى، بعد اذنكم ساعدوا بتاع المخزن ان هو يطبق السيستم والبروسيس، لان اول ما المخزن بيبدأ يخيش اول ناس هتزعل انتوا، لان السيلز هيدي وعود مش هيقدر يوفي بيها لان الاصناف موجوده ارقام على السيستم بس، لان بتاعه الصيانه اللي هيبقى عليها داون تايم عالي بسبب ان الحاجات اللي موجوده اتصرفت وهي في السيستم ما اتصرفتش، فهيبقى عندك في داون تايم ومش شايف الاستوكات الحقيقيه. لو انت شغال في الفاينانس او في الاكاونتنج فانا عايز اقول لك ارقامك وفلوسك يا باشا ما انتش عارف هي رايحه فين. ساعد المخزن على ادارته لمخزنه بالمستندات والورقيات المطلوبة، وما تفتكرش ان دي بيروقراطية، انما ديت حاجة بتحافظ لك على مخزنك وعلى فلوسك. بس كده، دي كانت قصة النهاردة من سلسلة اللوجستيجي اللي بنتكلم فيها عن SCLN يعني Supply Chain and Logistics Knowledge. بس كده، السلام عليكم.